السلام عليكم، ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا كلكم بخير وصحة وسعادة. تعالوا بقى اما اقول لكم النهارده عملنا صينية الجلاش التحفة دي يعني ازاي. بجد صينية جلاش جميلة ما شاء الله عليه، زي السكر كده والله، مورقة من جوه ومستوية قوي، واللحمة جميلة والتسوية مظبوطة جدا من فوق ومن تحت. امشوا بس معايا على المقادير وبنفس الطريقة دي وان شاء الله هتطلع معاكم زي الفل. صينية جلاش بجد زي السكر. اول حاجه معانا كده طاسه على النار، هننزل فيها بمعلقه زبده كده كبيره ومحترمه. اهم حاجه الجلاش عشان يطلع معاكي حلو وطعمه حلو قوي اعمليه بزبده يا حبيبتي. معانا تحط بقى كميه اللحمه اللي معاكي، اول ما الزبده تسخن كده تحط بقى كميه اللحمه على طول على نار عاليه. اهم حاجه يكون الزبده سخنه والنار عاليه عشان اللحمه ما تنشفش منك. واول ما تاخد لون كده من تحت تقومي مقلباها على طول، تقلبي كده على طول لما تاخد لون، ويكون النار بتاعتك حلوة كده ومظبوطة، وتقلبي. ما تنسوش بقى يا حبايبي تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، اللي اول مرة يشوف القناة يشترك كده وينورني باشتراكه يا حبايبي. معانا هنا بصلتين كده مبشورين بشر وسط، ولا ناعم ولا خشن، وتنزلي كده بيهم بالمية بتاعتهم، تنزلي يعني تنزلي بيهم على اللحمة بالمية، ما تصفيش المية عشان المية بتاعت البصل دي بتبقى تخلي اللحمة جوسي كده وطرية وجميلة. وتقلبي كده اول ما البصلة تدبل كده وتاخد لون مع اللحمة، بنكون مجهزين بقى نص معلقة توم مفرومة. بنوسع عليها كده مكان، وبننزل برضو بها كده زي ما انتوا شايفين في الفيديو اهو باللحمة، بتقلبها كده تقلبتين ريحتها تطلع كده، وتقلبها بقى مع اللحمة والبصل ديت بتخلي اللحمة طعمها جميل. التوم المفروم مع تعصيج اللحمة بيبقى حلو قوي، سواء مكرونة بشاميل سواء جلاش. بيبقى حلو قوي. ننزل بقى بالبهارات، نص معلقة فلفل اسود، ونص معلقة كزبرة، ونص معلقة سبع بهارات، وحطيت معلقتين بابريكا ومعلقة خل، وديت صويا صوص. والبهارات يا حبيبتي اللي مش عندك ما تحطهاش، اهم حاجة ملح وفلفل اسود، وبرده رشة قرفة صغيرة كده. القرفة بتخلي تعصيب اللحمة جميل قوي. ودي طماطمية مبشورة بحطها كده بتدي تست عالي للحمة وطعم جميل ولون حلو برضو. وديت فلفل الوان مقطعاه حتت مكعبات صغيره كده برضو، بنزل بقى على اللحمه. اللي عندك يا قلب حطيه، مش شرط فلفل الوان ومش شرط صويا صوص، اللي عندك ما توقفيش نفسك على حاجه، نوع الفلفل اللي عندك حطيه. تعالوا بقى اما نرص صينيه الجلاش. الصينيه كده اللي انت هتدهني ترص فيها تدهنيها معلقه زبده محترمه كده وتوزعها في الصينيه. اهم حاجه تحطي معلقه زبده حلوه عشان الجلاش ما يلزقش منك ويطلع كده جميل زي ما انت شفت في اول الفيديو. وتاخدي اول ورقة كده وتدهني زبدة. بنقسم الجلاش 6 تحت و6 فوق، هو دايما بيبقى 12، وبين كل طبقة وطبقة بتدهني زبدة، بتكوني مسيحة كده 3 4 معالق زبدة وحطاهم جنبك في طبق، وتدهني بقى على طول. تسيحيهم بس اول ما يسيحوا كده تشتغلي بهم على طول، ما تسيبهمش يسخنوا قوي. وتدهني كده بين كل طبقة وطبقة تدهني زبدة. وما تخافيش من تقطيع الورق دي، ما بيعملش اي حاجة ولا بيجراله اي حاجة، بيطلع معاكي في الاخر شكله زي الفل، ولا بيبقى باين ولا اي حاجة، لان احنا كده كده بنقطعه يعني زي ما انت شفت في اول الفيديو كده يا قلبي. وبتجيبي بقى خلاص وصلنا للنص، بتجيبي اللحمة تنزلي بقى كده في نص الصينية، ما توديهاش على الاطراف قوي عشان ما تتحرقش. وبتكملي اللف برضو ورقة ورقة، وتدهني زبدة زي نفس الطريقة في الاول. او يا حبايبي زي ما انتوا شايفين. وانا بشكركم قوي يا حبايب قلبي بجد على تعليقاتكم الحلوه وعلى دعمكم ليا وعلى وقفتكم معايا. وبجد ما تحرمش منكم ابدا، ربنا يخليكم ليا ويدومكم نعمه في حياتي. القناه من غيركم ملهاش اي لازمه والله. تعالوا بقى نقطعها. اخر ورقه بنحطها وما بندهنش زبده في اخر ورقه. بتقطعها بقى مكعبات كده على حسب عدد افراد اسرتك وبراحتك انت. التقطيعه دي بترجع لك انت، سواء عايزاها كبيرة او صغيرة دي براحتك انت يا حبيبتي. تقطعيها مكعبات كده زي ما انتوا شايفين. والتسوية بقى يا حبايبي بتبقى على نار وسط. بتحط شبكة الفرن كده في النص، وتولعي الفرن تحميه، وتدخلي الصينية دي على نار وسط. لما تاخد لون كده وتشوف الحوافي كده بدأت تحمر، بتقوم مطفية بقى من تحت ومولعة الشواية. تاخد لون بقى من وش يحمر كده ويبقى جميل. وخلي بالك منها على طول علشان هي بتاخدش وقت في الفرن، يعني 10 دقايق. تعالوا بقى نسقيها بالحليب. دي مج لبن وعليه نص معلقة بيكنج باودر، وبنقلبهم كده وبنسقي بقى صينية الجلاش كده زي ما انت شايفة كده، توزعاها كده على الصينية كلها كده،
وتهز الصينية كده بايدك زي ما انت شايفة يا حبيبتي، عشان اللبن يكون متوزع على الصينية كلها، وبتدخلها الفرن. وانا قلتلكوا بقى على التسوية بتبقى عاملة ازاي. وهو كده شكلها بعد ما طلعت من الفرن جميلة ما شاء الله عليها، من غير جبنة موتزاريلا ولا اي حاجة، ولا لازقة في الصينية ولا اي حاجة، ومورق وجميل. امشي بس يا قلبي على الطريقة ديت وانت هتطلعي احلى صينية جلاش ان شاء الله من ايد. حتى لو اول مرة تعمليها هي سهلة جدا والله، بس امشي على نفس المقادير.